ازيكم عاملين ايه؟ النهارده انا جاي افرجكم على شويه حاجات مهمه تبقى موجوده في شنطه عربيتك، فتعالوا كده نتفرج على ايه اللي موجود جوه. البوكس ده ساعدني ان انا الم كل حاجه فيه. تاني حاجه بتميزه ان هو ثابت في ارضيه الشنطه، تلاحظوا بيتحرك بصعوبه جدا. تالت حاجه بتميزه هو اللوجو بتاع عربيتك بيبقى موجود عليه. على فكره البوكس ده هتلاقيه على نون. طيب لو جينا فتحنا البوكس ده كمان هتلاقيه متقسم لثلاث اجزاء. اول حاجه مهمه تبقى في عربيتك وهي المنفاخ. خلينا كده نبص على الفرق ما بين المنفخين دول علشان في ناس سالتني نشتري ده ولا ده. اول حاجه المنفاخ بتاع توتال، هتلاحظ ان هو هيفي ديوتي جدا، المنفاخ تقيل وبيتوصل ببطاريه العربيه دايركت. فلو انت واخد بالك هتلاقي ان الباور بتاعه عالي جدا، يعني ده يقدر ينفخ كاوتش عربيه نقل عادي جدا. وكمان بيجي معاه كفر كويس قوي زي ده، وكمان هتلاقي الامبير بتاعه انالوج زي ما انتم شايفين. تعالوا بقى نتكلم على المنفاخ الثاني. يعني انا شايف صراحه المنفاخ ده موجه اكتر للبروفيشنالز، يعني هيقدروا يتعاملوا معاه كويس جدا وهيسعفهم بسرعه، ولكن ده للناس موجه اكتر للناس العاديه او المبتدئين. خلينا كده نتفرج على المنفاخ ده. احلى حاجه فيه ان هو شاشه ديجيتال زي ما انتم شايفين، ادوس هولد كده اشتغل معايا. طبعا في باور بانك، فانت مش محتاج تروح توصل بقى بالبطاريه واسلاك والكلام ده. وزنه اخف بكتير جدا، ممكن يتحط في درج العربيه، تقدر تزود البي اس اي بسهوله جدا. وبعد كده هتدوس هيزود معاك. هو هنا بيقول لي مقاس زيرو، فانا شايف ان هو مريح جدا. كمان في يو اس بي سي ممكن تشحنه منه او تشحن منه موبايلك. طيب تاني حاجه عايز افرجكم عليها وهو كابل البطاريه ده. زي ما انتم شايفين كده، لو البطاريه نامت منك في اي وقت لازم يبقى معاك كابل علشان تسهل على الناس تساعدك. طبعا والافضل والاحسن من الكابل ده، وانا صراحه عايز اجيبه، اللي هو الكار باتري جامبر. يعني في واحد بتاع هامر حلو جدا، هتلاقيه موجود على نون وعليه تخفيض حلو جدا. طيب الكار باتري جامبر ده هيفيدني عن الكابل ده في ايه؟ زي ما انتم شايفين كده، العربيه راكنه في جراج، لو البطاريه نامت منك في الجراج هيبقى صعب قوي تلاقي عربيه معديه علشان تساعدك، وكمان ممكن تكون العربيه مزنوقه في الركنه فتبقى صعب قوي ان انت تحركها. لكن الكار باتري جامبر انت لا محتاج كابل ولا اي حاجه، هو زي باور بانك بالظبط، وبيتوصل ببطاريه العربيه وهيشغلها لك عادي جدا. يعني تالت حاجه مهمه تبقى موجوده في عربيتك وهو الكابل ده، خصوصا الناس اللي بتسافر محافظات كتير في مصر. انت ما تضمنش الجي بي اس هيوديك فين، فلو العربيه غرزت او كده انت فعلا مش هتعرف قيمه الكابل ده غير لما تحتاجه. سعره حلو جدا، يعني اقل من 300 جنيه، وهتلاقيه موجود على نون برده. رابع حاجه لازم تخليها معاك برده وهو زيت موتور عربيتك. لا قدر الله انت ماشي في طريق مثلا خبطت الكارتيره بتاعه الزيت، الكلام ده حصل نقص عنه، فلازم يبقى معاك شويه زيت علشان تزود زيت الموتور. هتلاقي على نون زيوت كتيره جدا ومبردات كتيره جدا، انصحك ان انت تبص عليها. نيجي نبص بقى على الكار كير. زي ما انتم شايفين كده هتلاقي عندي فوطه، لا مؤاخذه هي مش نظيفه، مايكرو فايبر، دي معموله للاكستيريور، يعني اعمل بيها العربيه من بره. وهتلاقي عندك فوطه قطن، دي علشان الانتيريور بتاعت العربيه. هتلاقي عندك برده حاجه العك بيها برده، كل الحاجات دي موجوده على نون. هتلاقي عندك برده الكيو 20 ده علشان لو في مسمار مصدي او حاجه وانا مش عارف افكه، ده هيسهل عليا ان انا افكه بسهوله. هتلاقي برده عندنا كار بولش زي ما انتم شايفين. انت برده ممكن تبص هتلاقي على نون بولش كتير جدا، وهيبقى ارخص بكتير قوي من ان انت تعمله في البنزيمه. فانا انصحك ان انت تبص على قسم العربيات في نون، هتلاقي حاجات حلوه جدا. وما تنسوش تستخدموا الكود بتاع الخصم بتاعي شمس 1 وشمس 2.